السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشد لحظات الرعب تتحول إلى أعظم لحظات السعادة يوم القيامة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم القيامة في أفراح وفي أطراح، لا شك أن هناك من يسعد يوم القيامة سعادة عظيمة جدا بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يا رب يجعلنا منهم يا رب العالمين. لكن في المقابل هناك لحظات عصيبة جدا بتمر على أهل الإيمان، مثل الحساب والميزان وتطاير الصحف والمرور على الصراط. لكن أنا أعتقد أن أصعب موقف يوم القيامة هو لحظة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب، والذي يتحول من أشد اللحظات رعبا إلى أعظم لحظات السعادة الخالدة لأهل الإيمان والتوحيد. ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين. هذه أصعب لحظة نفسية للمؤمن المذنب حين يدنيه المولى عز وجل ويقربه ويضع عليه كنفه ويستره، ثم يذكره بذنوبه ذنبا ذنبا فيعترف ويقر حتى يظن أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالمفاجأة تأتيه من عند الله سبحانه وتعالى. فيا ترى ما هي تلك المفاجأة؟ هذا ما سيخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث النجوى الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: بلى يا ربي. أتعرف ذنب كذا؟ يقول: بلى يا ربي. حتى إذا قرره بكل ذنوبه. خدوا بالكم بقى، دي المصيبة بقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري: من نوقش الحساب عذب. مجرد ان انا اقف بين يدي الله ويقول لي كل ذنوبي اللي انا عملتها من الالف للياء من يوم ما كلفت لحد ما مت، ده عذاب كبير. عشان كده كان من كمال رحمة الله ان الانسان يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالانسان ده ربنا قربه عشان ما يتفضحش امام الناس، فيقرره بالذنوب فيعترف، حتى اذا ظن العبد انه قد هلك وانه من اهل النار، واذا بالعزيز الغفار يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. الله أكبر، مفاجأة عظيمة جدا تتحول من أقصى لحظات الرعب إلى أجمل لحظات السعادة. تلك اللحظة الشديدة والعبد واقف بين يدي الله وقد تذكر كل الذنوب وظن أن الهلاك قد أدركه، تتحول فجأة لأعظم لحظة فرح حين يسمع قول المولى عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. فيأخذ العبد كتابه ويصرخ بين أرض المحشر وبين أهل المحشر ويقول: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وتقول الملائكة أمام الناس: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. عشان كده لابد أن احنا نهيئ أنفسنا لتلك اللحظة حتى نأخذ الكتاب باليمين وندخل جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.